عملت النهاردة تورتة بمقادير موجودة في كل بيت، والدقيق العادي مش الاسبونج. قبل ما ابدأ الوصفة كده نصلي على الرسول. معايا هنا 4 بيضات، نزلت عليهم بكوباية من السكر ورشة من الفانيليا، وبالمضرب العادي، المضرب العادي السلك بتاعنا بتضربي بيه عادي لمدة 5 دقايق أو 6 دقايق لغاية ما اتأكد كده المكونات كده مع بعض، السكر ده كويس. يعني زي ما قلت لكم كده لمدة من 4 ل5 دقايق. بعد كده بنزل عليهم بنص كوباية من الزيت، كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من الخل، وبالمضرب السلكي عادي بتاعنا بنضرب كده لمدة زي ما قلت لكم 5 أو 6 دقايق كده، المكونات كده اتظبطت مع بعض. بكون محضرة عندي الدقيق بتاعي العادي، ده دقيق عادي 2.25 كوب من الدقيق بتاعنا العادي نخلاه. أهم حاجة يا جماعة إن الدقيق يكون منخول عشان ما يمنع أي تكتلات. 2.25 كوب من الدقيق العادي على الكمية اللي أنا قلت لكم عليها دي. وبقلب بالمضرب السلكي برضو بالراحة. بكون محضرة نص كوباية من الكاكاو الخام، كيس من البيكنج باودر، وبقلب بالراحة واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ومعلقة كبيرة من النشا، ورشة من الملح. يبقى احنا هنا حطينا نص 2.25 كوب من الدقيق، عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام، كيس بيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج صودا، معلقة كبيرة من النشا، رشة من الملح، وبقلبهم كويس. اتأكد كده خلاص ان الخليط بتاعي تمام. هنا جبت معلقة واتأكدت كده تمام الخليط مظبوط. هنا الخليط عندي بيبقى سائل شوية لان انا نزلت بكوباية من المية المغلية، متقلقيش من الكوباية دي خالص، هتخلي الكيكة معاكي هشة وجميلة. معلش انا نسيت اقولها يا جماعة، كوباية من المية المغلية. بعد ما بحط المكونات دي كلها بنزل بكوباية من المية المغلية. بجيب عندي القالب ده، عندك قالب اصغر تمام، بس ده كان القالب اللي عندي، دهنته كده بالزيت وعليه ورقة الزبدة، ونزلت بالخليط الكيكة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. بكون محضرة الفرن على درجة حرارة 220 نص ساعة بالظبط، وهتلاقي ان شاء الله باذن الله طلعت معاكي مظبوطة باذن الله. بتأكد كده ان الهواء خارج منه. زي ما قلت لكم نكون مولعين الفرن قبليها بربع ساعة. هنا جبت عندي دي شوكولاتة سما اللي موجودة عندكم يا جماعة، يعني مش شرط دي اي شوكولاتة عندكم. باخد هنا جزء كده من القالب بتاعي، مش هستخدمه كله. هنا انا استخدمت نص القالب اللي انا وريته لكم دلوقتي ده. المكونات دي كلها يا جماعه مش هتكمل معاكي ان شاء الله، يعني 100 جنيه او 100 وشويه، في حدود 110 120، عشان القالب ده بقى غالي شويه. انا استخدمت نصه بس. بنزل عليه بمعلقتين من السكر، ومعلقه من الكريم شانتيه، ومعلقتين من الزيت، ونص كوبايه من الميه المغليه. وعلى النار برفعهم لغايه ما يدوبوا، ما بياخدش ثواني على النار، نص دقيقه بتلاقيه معاك بالمنظر ده. نص القالب، ومعلقتين من السكر، معلقه كريم شانتيه، معلقتين من الزيت، نص كوبايه من الميه المغليه. واسيبه طبعا يبرد خالص عشان هو ده الجناش بتاعي اللي هزوق بيه التورته بتاعتي. هيتقل دلوقتي ما تقلقوش، بسيبه ما يبرد خالص. هنا بقى الكريم شانتيه، الكريمه بتاعتي كوبايه من الكريم شانتيه، وبنزل عليها بكوبايه من اللبن. اهم حاجه يا جماعه اللبن يكون ساقع. انا نزلت هنا بحوالي معلقتين 3 من اللبن تاني. اللبن يكون ساقع متلج، ده اهم حاجه في الخطوه بتاعتنا عشان الكريم شانتيه يطلع مظبوط بتاعنا. اللبن يكون ساقع ومتلج.
باضربهم كده كويس من 5 ل6 دقايق لغاية ما يتقل معايا. أول ما يبتدي يتقل معايا بانزل بمعلقة من الكاكاو الخام بتاعنا الأسباني، والخلطة بتاعة الشوكولاتة اللي إحنا عملناها من شوية، صوص الشوكولاتة الجناش بتاعنا، بانزل منه كده بمعلقتين، بيخلي الكريم شانتيه ليه طعم تحفة. تمام كده، بصوا هنا كده تقل معايا، بصوا كده أول ما بقى يتقل معايا بالمنظر ده بدخله التلاجة عندي بقى يقعد شوية في التلاجة. شكله تحفة وطعمه كمان جميل أوي، هيعجبكم بإذن الله. هنا التورتة بتاعتي سبتها في التلاجة يعني 6 ساعات، 5 ساعات ونص في الوقت ده. في ناس بتبيتها وطبعا بيكون أفضل، أنا اشتغلت بعديها بكام ساعة، طلعتها وشلت ورقة الزبدة بسهولة من عليها. هنا عندي بقى دي اللي هسقي بيها التورتة بتاعتي، كوباية من اللبن المغلي، معلقة من الكاكاو الخام، على معلقتين من السكر. كوباية من اللبن المغلي، كده كده التورتة بتاعتي ساقعة. كوباية من اللبن المغلي، معلقتين من السكر، معلقة من الكاكاو الخام، بقلبهم كويس. هي دي اللي هسقي بيها التورتة بتاعتي. في طبعا بيعملوا عسل، ممكن تسقي بعسل تمام، تسقي بلبن بس برضو تمام، اللي انتوا عايزينه طبعا، ده براحتكم. طبعا ما كانش عندي القطاعة بتاعت التورت اللي هو المنشار ده، فانا جبت السكينة بتاعتي العادية قطعت بيها عادي. كوباية الماء المغلية اللي حطيناها يا جماعة في الكيكة في الأول، بصوا مخلية الكيكة بتاعتي جميلة ومفرغة ازاي وتحفة. احنا عاملينها بدقيق عادي مش دقيق سبونج، والكيكة بتاعتي طالعة طرية وهشة وجميلة. بس كده بعد ما قسمتها بالتشريبة اللي قلتلكوا عليها، كوباية من اللبن المغلي، معلقتين من السكر، معلقة من الكاكاو، وبشربها كويس كده زي ما انتوا شايفين. بجيب عندي كريم شانتيه، انا عندي ملحقش، انا في كام غلطة كده وقعت فيها هقول لكم عليها عشان ما تعملوش زي يعني. اول حاجة انا جبت بالقطاعة دي ورحت نازلة بالكريم شانتيه، يفضل لو عندك كيس تلاجة تنزلي بيه احسن، هتبقى سهل تفرديها على التورتة. تمام. انا هنا حطيت القلم التاني، الجزء التاني فوق، ورحت مجنشاه كده زي ما انتوا شايفين، غلفت خالص. جبت صينيه من تحت ورحت رافعه عليها التورته عشان ما عنديش اللي هو القالب اللي هو بتاع التورته ده، ورحت جايبه الجناش. هنا عندي الكريم شانتيه كان سايح فكنت بعمله بسرعه، عشان كده هعملها وادخلها في التلاجة. تمام. حتى لو تلاحظوا باين ان هو سايح شويه، وجبت الجناش بتاعي ورحت حطاه. المفروض كنت احطه في الفريزر حتى يجمد شويه، انا كنت حاطاه في التلاجة فكان سايح معايا. كل ما يكون تقيل ومجمد معاك في التلاجة او في الفريزر كل ما يديك نتيجه احسن. انا قفلت التورته بتاعتي كده كويس بالكريم شانتيه، ورحت جايبه عليها الصوص الشوكولاته، ورحت راسمه عليها زي ما انتوا شايفين كده. الرسومات دي اللي من فوق رسومات عاديه خالص. جبت كده خله عشان ادي شكل كده للتورته بتاعتي من فوق. اللي ما عندوش يا جماعة القالب اللي بيلف عليه التورتة يعمل زي يجيب صينية ويقلبها ويرفع عليها التورتة، مفيش مشكلة خالص. تورتة سهلة وبسيطة وسهل إن أي حد يعملها. مكونات تقريبا موجودة في البيت، هجيب بس الشوكولاتة والكريم شانتيه بس من بره، وسهل تعمليها والله العظيم مش صعبة. أنا دي أول مرة أعملها وطلعت يعني نوعا ما الشكل طعمها تحفة. بس نصيحة مني، هتعملوها هتخلوها لتاني يوم، مش هتاكلوها في نفس اليوم، طعمها بيبقى أحلى تاني يوم. كل ما تسيبوها في التلاجة بيفرق في الطعم جامد. هنا أنا زوقت عندي أي جناش عندك اعمليه،
كان عندي كرات من الشوكولاته زوقت بيها كده الايه التورته بتاعتي. يعني التزويق بتاعك انت اللي متوفر عندك في البيت حطيه. بس يا جماعه في الاخر كان طعمها تحفه، انا لما سبتها لتاني يوم فرق في الطعم جامد بتاعها. وطبعا لازم تسيبيها في التلاجة شويه تجمد شويه. ده كده كان شكلها في الاخر. زي ما قلت لكم ما تنسوش تحطوها في التلاجة او تخليها لتاني يوم يكون افضل. ويا ريت لو الوصفه بقى عجبتكم بتاعت النهارده تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. السلام عليكم.